البنكة راني عاس عليها، إلا ضرب الزلزال تاني المهم ندخل ندي فلوسها الله يعاون. نموذج رقم واحد كيخاف من الفقر وما كيخافش من الموت، كيخاف يعيش فقير وما كيخافش من الزلزال يجي ويقتل كلشي. مشى كيعس على البنكة طيح باش يهز منها الفلوس. وداك الشيء والنقاوه وداك الشيء انا ما كانش يدفعوني بشي 10 دقائق دوزكي فهمتي. شمال جوزوني نضرب شي دكه عليهم مسكا عليهم نقول لهم كبوا عليا الماء من فوق فهمتي، واخا يكون فيها العطل ماشي مشكل. شوف نموذج رقم جوج شراب عنده السكرة أهم من الزلزال والموت والحياة والبركان والمحيطات والطبيعة والنباتات والحيوانات. وزلزال يضرب جديدة ريس وانا شايف كيف راح بالزلزال والزلزال. نموذج رقم 3 كان داير اللايف جا حس بالزلزال شنو دار؟ ما خرجش، رجع يكمل الستريم ديالو، ما مسوقش للعالم. اكسسوارات من ا حتى لزيد، اللي بغى شي حاجه مرحبا 06 61. نموذج رقم 3 اللي كيتبزنز ويتصمصر ويتمعش على ظهر الكوارث والمصائب اللي كتوقع لعباد الله. المهم وين دخل الفلوس. نسلم في راه أنفسنا الناس اللي كتكبس سبحان الله العظيم هي اللي كيعجبها هذا المحتوى هذا. ونسلم لله في نفسه قبل التسليم لغيره وحسبنا الله ونعم الوكيل. الاخ انوار قال لك ملي كيدخل ما بين دوله ودوله كيوقع هادشي صافي اخاي يتوصل بينا حنا على اتصال. نموذج رقم 5 يصبح مؤمنا فاضلا قويا لكن عندما يحس باقتراب الموت فقط. هزات. فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ غير من الاحسن الانسان ما يدخلش للدار ديالو، يعني كيدير واحد الاحتياط، حيت راه انسان كيبقى غير تحليلات، يعني راه الله سبحانه وتعالى اللي كيعلم الغيب. انسان كيبقى برا دارو ونطلبوا الله السلامه والعافيه ان شاء الله راه ما يكون والو. ومن بعد ديك الهزه اللي كتكون، يعني الا دازت واحد المده ديال ساعه ولا ساعه ونص، اذا راه احتمال كبير انها ما غاديش ترجع، وهذا الشيء اللي كاين. نموذج رقم 7 الفهيمي ضرب الزلزال ولا كيحلل في الزلزال. كون جا البركان كان يدخل يحلل في البركان، كون جا البيئة كان يدخل يحلل في البيئة، كون جات ظاهرة الإكسلاموف كان يدخل يحلل في ظاهرة الإكسكلاموف. وخا أنا ما عارفة شنو هي الظاهرة وتا هو ما عارف شنو هي الإكسكلاموف. المهم الفهماتولوجي. السلام عليكم. المهم سبحان الله تكون شي هزه ارضيه واحده اخرى ولا شي حاجه اللي هي اخطر من بين الاشياء ديال الوقايه، انه الناس اللي في الزنقه يبعدوا من البوطويات ديال الضوء، يبعدوا من الاشجار، يبعدوا من بلايص فين كاين الحيط، يحاولوا يمشيو شي بلاصه مفتوحه. الناس اللي صايقين يوقفوا، انا كنت صايق انا وقفت دابا. بعدوا من الحيوطه والشراجم والبيبان في ديوركم. تمشيو تحت شي طابله ولكن تغطيو راسكم، ومن الاحسن تغطى الراس بمخد. نموذج رقم 8 اللي حافظ وما فاهمش كيعطي نصائح للناس يبعدوا من الحيوطه ومن السقف، وهو داير لايف ديال الفيديو ديالو من تحت السقف. فهمت تسطى كيفاش غيقنع الناس باش يطبقوا النصيحه ديالو؟ الله اعلم. لا إله إلا الله. Premier séisme de ma vie. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Je sais pas si vous voyez la terre trembler. نموذج رقم 9 المؤمن القوي داير لايف، شاف الزلزال حس به، ما ترعد ما تدهشر ما والو، ذكر الله الله اكبر الحمد لله، ابتسم وبقى مكمل في اللايف ديالو. عارف راسو ما عاصيش الله وكيت بحال هاد النوع كيتمنى فوقاش تجيه الموت باش يمشي للجنه، لانه داير علاش. رايحين في الدار يلا طلعت حليت الباب، طلعت الدار بحال هكا مع الدور، حطيت الباب فوق السوارج، حتى كنشوف الوالدين والعائله ديالي كينقزوا بحال هكا، حسوا بالدار كتزعزع، التلفازه تتزعزع، الكراسي تيتزعزع، بقاو كيتزعزعوا تلقاو الزناقي عامرين بنات. رايحين في الدار يلا. النموذج رقم 12 تيكون مختلف على النماذج 11 اللي دازو كاملين. علاش؟ لان النماذج الاولى كل واحد عنده واحد الهدف في الحياه ومقرر عليه ومركز عليه، واخا يجي الزلزال ولا يجي اللي بغى، اللي باغي الفلوس راه كيفكر فلوس، اللي باغي ستريم، اللي باغي الحياه ولكن هذا النموذج الاخير تيكون مخلوع، وهذا النموذج هذا ما تيكونش تالفه به الدنيا، ما عارفوا واش راسو مع المؤمنين ولا مع الغير الصالحين، واش باغي يعيش، واش باغي يموت، واش باغي يدير. هادو كيتسموا المرعودين. وهذا الفيديو الاخر منهم سيدي قال لك حط الباب فوق السوارت، شدوا لو تراك.
بعد التحليل ديالي هاد الزلزال أسفر عن 30 نموذج مهم.